هو انهي تمرين افضل، لما احط الكيبل من فوق والعب ترايسبس بالشكل ده، ولا لما العب نفس التمرين بس الكيبل من تحت والعب بالشكل ده؟ في التمرينين سواء الكيبل من تحت او من فوق فاحنا بنعمل عمليه فرد للكوع وده اسمه البو اكستنشن. فكده كده احنا بنشغل عضله الترايسبس وخصوصا عضله اللونج هيد اللي هي الراس الطويله بتاعت عضله التراي. هنا والكيبل اللي فوق في بدايه المدى الحركي في استطاله العضله هنيجي نبص كده هنلاقي ان الحمل بيكون عالي جدا. طب ليه؟ لان زي ما احنا قلنا ده الفالكرم عندنا وده اللاين اوف فورس، فدي عندنا هي المسافه والمسافه العموديه هنا كبيره جدا، فعشان كده التحميل على عضله الترايسبس بيكون عالي. طب ده في الاستطاله. طب وفي وضعيه الانقباض هنا برضو التحميل بيكون عالي لان المسافه زي ما احنا شايفين ما بين الفالكروم واللاين اوف فورس المسافه العموديه بتكون برضو كبيره. لكن بقى لما بنلعب من تحت لفوق ايه اللي بيحصل؟ اللاين اوف فورس في وضعيه الانقباض بيكون قريب من المفصل. يعني ايه؟ يعني لو جينا بصينا كده اهو هنلاقي اللاين اوف فورس اللي عندي هنا قريب من المفصل بتاع الكوع، فساعتها المسافه بتكون قصيره. لكن كل ما بننزل لتحت التحميل بيزيد في وضعيه الاستطاله لان هنا المسافه زي ما احنا شايفين زادت. هنا التمرين كويس لكن من فوق بيكون افضل. ليه؟ لان التحميل في وضعيه الانقباض والاستطاله بيكون اعلى لان المسافه بتكون كبيره في كلتا الحالتين، وده بيخلي بروفايل المقاومه بتاع التمرين كله بيكون عالي، فده يحقق لك نتائج افضل. ولو عايز تريكات افضل من دي مش بس في دقيقه واحده، لا ده لمده ساعات في كورس التشريح وعلم الحركه ونقل الاحمال، ابعت لي رساله او سيب لي كومنت واعمل لايك وفولو عشان تبقى انت اعظم اللي جاي. سلام.